اخوان السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد. نعرف راسي غبرت عليكم بزاف ولكن اسمحوا لي. الفيديو الجاي ولا اللي موراه ان شاء الله غادي تعرفوا على هاد الغبره كامله. كنا درنا واحد تيست رايد السيماتي مونستر، يعني موتور من فئه 49 سي سي، يعني بلا رخصه السياقه، ولقى اقبال كبير، يعني بزاف الناس كيسولوني عليه وفضلوه ان يبداو به كاول موتور. انا جبت لكم موتور اخر من نفس الفئه ونفس الشركه، MT-05 ديال سيماتي. نتعرفوا على هذا الموتور ونعرفوه مزيان ونشوفوا المزايا ديالو ونشوفوا الثمن ديالو في الاخر، وانتم تقولوا لي في لي كومونتير واش يستاهل ولا لا. يلا بقاو معايا من بعد هذا السينماتيك. الاولى اي واحد ماشي يفهمش ولا ما عمرو شاف هذا الموتور ما غاديش يقول لك موتور كبير موتور صغير، غادي يسحبوا راه موتور كبير وغادي يسحبوا راه بالبيرمي، بالحين انا راه بلا بيرمي بلا حتى شي حاجه. اخوان السلام عليكم من جديد في التتمه ديال التيست رايد ديال MT-05 ديال سيماتي. موتور اللي تبارك الله من اللحظه الاولى تشوفوه ما تقولش عليه موتور صغير، وهذا راه موتور صغير بلا رخصه السياقه، ما تحتاجش بيرمي انك باش تسوق هذا الموتور هذا. اي واحد يقدر يبدا به كاول موتور بالنسبه ليه. والحاجه اللي زوينه فيه بزاف اللي كتبان لي انا اهم حاجه هي هاد لابواط فيتاس اللي فيه انترناسيونال، يعني بروميير لتحت دوزيام تروازيام كاتريام تيجيو الفوق، بحال كاع لي بواط فيتاس اللي كيجيو في ماطر كبار. يعني من هذا الموتور هذا يمكن دوز نيشان الموتور كبير، موتور الاحلام ديالك. غيكون تكون تعلمتي فيه كيفاش دوز لي فيتاس، يعني الناس بالنسبه للناس المبتدئين. اول حاجه اثيرتني في هذا الموتور هذا فاش يلاه وصلني هي الحجم ديالو تبارك الله. موتور اللي كبير واخا هو من الفئه الماطر الصغار، يعني من فئه 49 سي سي. انا فيها متر و72 متر 71 ويلا كحط رجلي نيشان، ماشي بحال الماطر الصغار الاخرين اللي رجليك كيبقاو متنيين. يعني بنادم يركب على هذا الموتور غيجي داك الاحساس ديال الموتور كبير. وحاجه اخرى اللي عجبتني في هذا الموتور هذا هي الجلسه ديالو، جلسه مريحه، يعني فيه كوسان ماشي كوسان واحد، فيه كوسانه ديال دوزيام بلاص اللور بوحدها وديال القدام بوحدها، ويعني كوسان اللي عريض اللي تتجلس وانت مرتاح. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا هذا الموتور الاحتياجات ديالهم اليوميه ولا كيسافروا به، يعني مسافات اللي ما تكونش طويله بزاف، ما غاديش يعيا بالجلاس. كاين الماطر اللي تيعيوك بالجلاس كتبغي فوقاش تهنى منه. الطابلو ديالو طابلو عادي بحال كاع الماطر. لي رابور هنا تيبانوا قدامك، السرعه باش غادي، تريب تريب بي، كيلومتراج اللي ضرب الموتور. وفي هاد قرعه الزيت اللي جاتني زويونه هنا، يعني قرعه الزيت اللي ترونسباروزاج هكا تتبان لك الزيت ديال الفران الا نقصات بلا ما تحتاج تحلها تطلع عليها تتبان كاين يعني بالعلم والجراده. وحاجه اخرى اللي عجبتني في هذا الموتور هذا هو هذا لوبتيك القدام، اوبتيك اللي تيبان كلاسيكي وزوون، يعني في الفيوز الفوق وفي الفار التحت وفي تلابي الفار. من الامتيازات الاخرى اللي في هذا الموتور اخوتي هي الريزرفوار ديالو، تيجيب ريزرفوار ديال 16 لتر. وتصور الريزرفوار هذا بحال اللي عندي في التينيري، يعني ديال 16 لتر، وبالنسبه للموتور صغير راه ما تحرق في ليسانس. تجيب اخوتي البنود القدام 110 70 17 بحال المونستر اللي كنت درت لها تيست رايد قبل. التيست رايد هو يبان لكم هنايا الفوق، اللي بغى يرجع تفرج لك الفيديو وتفرج لهذا الفيديو ويدير مقارنه بيناتهم. بالنسبه اللي حاير بيناتهم انا موتور باش يبدا بجوج موتور اللي زوينين. والبنو اللوراني جايبه 140 70 17، هذا زادوا عرضوه شويه. المونستر كنت درت لها تيست رايد كان فيها 130 70 17، هذا 140 70 17. يعني كل ما كان البنو اللوراني عريض تيكون الموتور ثابت في الارض شويه، ما تيخطفكش دغيا هكا، يعني الا درتي فرانسيك ولا شي حاجه. واحد الحاجه اخرى اللي فيه زوينه اخوتي هو هذا البو هذا، جايب واحد البو زوين اللي تيتسمع تبارك الله صويت زوين مجد على التينيري اللي عندي. التينيري ديالي انا غير ستاندار. وهاد البو اخوتي راه شحال من واحد تيقول لك هكا فيه الصداع فيه الضجيج، راه
حنا صحاب الماطر اللي عارفين الدور ديال هذا البو هذا راه دور مهم بزاف. راه كاين شي مشهورين سامحهم الله راه ما تيشوفش في المرايه فاش كيبغي يدوبل، راه غير كيجي كيزير كيكون الموتور جاي. راه الناس اللي ما عندهمش البوات وعندهم ماطر كثير راه تيعانيو منهم. انا في التيني عندي بوستوندار راه تنعاني في الطريق راه تكون شحال من واحد غادي تيعمر عليك بلا ما يطل في المرايه. هاد البو هذا وهاد الصوت غادي يخليه بزاف عليه انه يطل في الروتروفيزور ويطل يشوف شي واحد جاي ويخليك الاسبقيه ديالك. فهمتوا الدور ديالو اخوتي؟ هادشي اللي كاين، يعني ما يكون ماشي داك الصداع المبالغ فيه، ولكن ما يكونش موتور ساكت. هذا فيه موتور فيه الصوت زوين يعني مناسب. هذا من جهه. من جهه اخرى هذا الموتور اخوتي تيجي بتروا كولور. هذا الكحل هذا بديكالك احمر، كحل اخر بحال هذا والديكالك بلاصه الاحمر جولد، وواحد اللون اخر غريناردو، يعني 3 ديال اللوان. اعزل وتخير، الاذواق لا تناقش. واخيرا الفقره اللي كيتسناها كلشي هو الثمن ديال هذا الموتور. هذا الموتور اخوتي حطاتو سيماتي ب 18500 درهم، يعني 1,170,000 ريال. قولوا لي في لي كومونتير واش يستاهل هذا الثمن اخوتي ولا لا. انا بان لي بالنسبه للمواصفات اللي فيه وداك الشيء يعني موتور اللي زوين تبارك الله. هذا موتور اللي عالي شي شويه وكيبان كبير شي شويه مقارنه مع المونستر اللي كنت درت لا تيستريت قبل. هما بجوج ماطر ديال السيماتي ماطر زوينين. هذا جاني انا بالنسبه لي راي شخصي انا عجبني هذا. وانت تيبقى لك الاختيار اين موتور اللي تقدر تبدا به. وحاجه اخرى خوتي، هذا راه اشهار مع سيماتي باش تبقى المصداقيه بحال ديما كما كنقول لكم. وشكرا الى فيديو الجاي. سلامه بيس.